السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور الرحم وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. حابة بس قبل ما أبدأ ندعو كده مع بعض كلنا لفلسطين وغزة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى. هنا بقى عندي سمكتين، رحت عند السماك جبت سمكتين بلطي وزنهم الاتنين كده حوالي كيلو ونص، وخليته هو بقى اللي فتحهم سنجاري. هو بقى طبعا عشان السمك كبير وانا بقى جايز يعني ما اقدرش يعني افتحهم وكده، هو فتحهم بطريقه كده جميله، فتحهم اهو. وانا بقى طبعا هغسلهم، هعيد على غسيلهم وغسله وقشره كده، بس انا طبعا هعيد على غسيله هنا. بس حابه بقى قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصل لك كل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. اللايك مش بفلوس، اللايك بيرفع الفيديو. هنا هعصر ليمون بقى على السمك واغسله بيه غسله كويسه عشان الليمون طبعا بيودي اي زفاره في السمك. هنا كده كل سمكة ليمونة اعصر عليها كده واغسلها ومن بره برضه. واشطفه بقى شطفة كويسة واحطه في المصفى يتصفى. هنا بقى عندي قرنين فلفل حامي، وعندي هنا فصصت راس تومه، وعندي ليمون، وعندي بابريكا ملح وفلفل اسود، وعندي كمون، السمك طبعا روحه في الكمون، وعندي كزبره وملح، وعندي كاري. طبعا انا عندي الكبه هنا بقى، احط الكلام ده كله في الكبه وافرمهم واغسل السمك واشطفه واصفيه وارجع لكم. تابعوني بقى لاخر الفيديو. هنا السمك بقى غسلته حطيته في المصفى يتصفى، وهنا الحقيقه اهو خلطته في الكبه وكده بقى تبل بيه السمك وارجع لكم. هنا بقى السمك خلاص صفيته، هحط له بقى الحياء. هنا جبت طماطمتين قطعتهم مكعبات صغيره. هنا بقى هدهن السمك كده من بره، تبله بالحياء كده. هنا هحط الطماطم، هنا هدهن القالب ده كده زيت، جبت ورق ألمونيا برضه هنا زيت،
هذه من ورق الألمونيا دي دول كده عشان لما احط السمكة ما تلزقش فيها. ننزل هنا بالسمكة كده. نعمل بقى السمكة التانية وارجع هنا بقى كده. هلف بقى الألمونيا كده. اعمل بقى السمكة التانية وارجع لكم. هنا بقى حطيت السمك السنجاري، قطعت عليه فلفل طماطم مقطعة مكعبات صغيرة، وحطيت شرايح فلفل رومي، وحطيت شرايح ليمون. وادي السمكة التانية اهي. وسخنت الفرن على درجة حرارة 180، وهولع الشواية من فوق ويسخن الفرن من فوق ومن تحت. وانا بدخله الفرن هطفي الشواية، وفي الاخر بقى هولع له الشواية ياخد كده لون كده ووش حلو وجميل. تابعوني لاخر الفيديو. وهنا بقى ده السمك السنجاري بتاعنا طلع من الفرن اهو، وريحته وطعمه في منتهى الروعه وجمال. اتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي، والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. تحياتي من قناتي، ما تبخلوش عليا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودواها وعافية الإبدان وشفاها ونور الرحم وضياها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. حابة بس قبل ما أبدأ ندعو كده مع بعض كلنا لفلسطين وغزة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى. هنا بقى عندي سمكتين. رحت عند السماك، جبت سمكتين بلطي وزنهم الاتنين كده حوالي 1.5 كيلو، وخليته هو بقى اللي فتحهم سنجاري. هو بقى طبعا عشان السمك كبير، وانا بقى جايز يعني ما اقدرش يعني افتحهم وكده، هو فتحهم بطريقه كده جميله. فتحهم اهو، وانا بقى طبعا هغسلهم، هعيد على غسيلهم وغسله وقشره كده، بس انا طبعا هعيد على غسيله هنا. بس حابه بقى قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصل لك كل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تبخلوش عليا باللايك. اللايك مش بفلوس، اللايك بيرفع الفيديو. هنا هعصر ليمون بقى على السمك واغسله بيه غسله كويسه، عشان الليمون طبعا بيودي اي زفاره في السمك. هنا كده كل سمكة ليمونة اعصر عليها كده واغسلها ومن بره برضه. واشطفه بقى شطفة كويسة واحطه في المصفى يتصفى. هنا بقى عندي قرنين فلفل حامي، وعندي هنا فصصت راس تومه، وعندي ليمون، وعندي بابريكا ملح وفلفل اسود، وعندي كمون. السمك طبعا روحه في الكمون، وعندي كزبره وملح، وعندي كاري. طبعا انا عندي الكبه هنا بقى، احط الكلام ده كله في الكبه وافرمهم واغسل السمك واشطفه واصفيه وارجع لكم. تابعوني بقى لاخر الفيديو. هنا السمك بقى غسلته حطيته في المصفى يتصفى، وهنا الحقيقه اهو
خلطته في الكبة، وكده بقى تبل بيه السمك وارجع لكم. هنا بقى السمك خلاص صفيته، هحط له بقى الحياء. هنا جبت طماطمتين قطعتهم مكعبات صغيره. هنا بقى هدهن السمك كده من بره، تبله بالحياء كده. هنا هحط الطماطم، هنا هدهن القالب ده كده زيت. جبت ورق ألمونيا برضه هدهنها زيت. هدهن ورق الألمونيا دي زيت كده عشان لما احط السمكة متلزقش فيها. نفضل هنا بالسمكة كده. نعمل بقى السمكة التانية وارجع. هنا بقى كده هلف بقى الألمونيا كده. اعمل بقى السمكة التانية وارجع لكم. هنا بقى حطيت السمك السنجاري، قطعت عليه فلفل طماطم مقطعه مكعبات صغيره، وحطيت شرايح فلفل رومي، وحطيت شرايح ليمون. وادي السمكه التانية اهي. وسخنت الفرن على درجه حراره 180، وهولع الشوايه من فوق ويسخن الفرن من فوق ومن تحت. وانا بدخله الفرن هطفي الشوايه، وفي الاخر بقى هولع له الشوايه ياخد كده لون كده ووش حلو وجميل. تابعوني لاخر الفيديو. وهنا بقى ده السمك السنجاري بتاعنا طلع من الفرن اهو، وريحته وطعمه في منتهى الروعه وجمال. اتمنى ان انتم تجربوه بطريقتي، والى اللقاء في وصفه جديده في فيديو جديد. تحياتي من قناتي، وما تبخلوش عليا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.